فمع الحديث حينما قال أنا بقول لك شيء يمكن يزعلك. قلت ليش؟ قال أنا أصور تفريغ وأمنتجه وعندي قناة في اليوتيوب. قال لي والله أستاذ أنا أصور. قلت له يا عبد العزيز أنت الآن إذا ستستمر في موضوع التصوير أخشى أن ينزلق بك الأمر وتصير تفحط. قال لا مستحيل، لا يمكن مثل هذول، مستحيل أنا أشوف قدامي شيء يروع. لكن استخدمت هالبطولة هذه في مكان غير مكانها. تكفى اترك التفريغ. قال والله أوعدك يا أخوك. طيب متى؟ قال شوف الشياطين سبحان الله يا اخوان إذا مسكت الواحد. قال أنا عندي يوم الأربعاء خشة موعد ناس مجهزين لي السيارة وخلاص معلش، لكن أوعدك والله بعد يوم الأربعاء والله ما عدت، لكن أوعدك والله بعد يوم الأربعاء والله ما عدت، لكن أوعدك والله بعد يوم الأربعاء والله ما عدت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق. تدخل يوم الأربعاء. قال والله في منزله لكن في غير مكان. ويدخل يوم الأربعاء يفحط وقت صلاة العصر وينام بعد الظهر إلى العصر، ويشتغلون رفقة السوء لا كثرهم الله. ويخرج بسيارة ثم يحدث الذي ما يسر الإنسان أن يراه. حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المقطع اللي لعبد العزيز اللي يصور يوم ارتبط مع عبد العزيز بالسيارة بالقلاب قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. توك الآن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت تصور مستانس. توه إذا حطك عندك الدين. ويلا ثم ويل، يا ويل اللي كانوا سبب في طلوعه للتفريط، يا ويلهم من الله. كم ستدعو تلك الأمة المكلومة أمة ووالدة، كم سيدعون عليه؟ كل ما سيذكرون عبد العزيز سيكون حاضرا عندهم هم. الأب والأم ما ينسون، سيبقى عبد العزيز حاضرا في أذهان والديه. كل ما تذكروا سيدعون على كل من كان سبب في خروجه. لا بد من الرحيل، طال الزمان أو قصر، سيأتي ذلك اليوم الذي ستودع فيه الحياة. لكن قل لي بالله كيف سيكون الحال عند ساعات الرحيل؟ وفجأة ليت شعري كيف يكون الحال في تلك الساعة، يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتف الساقان. تريد أن تتكلم فلا تستطيع، تريد أن تقول فلا تستطيع. كلا
التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق